راه ماشي السلم الاجتماعي خلينا نزطم عليك واسكت، خليني نحقق الحقوق ديالك وما تهضرش. حنا لا نتواطأ مع شي جهه من الجهات، كنهضر على المؤسسات اللي كنخدموا فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. العلوي ملاعب واحد، المنسق الجهوي الاتحاد العام شغالين بالمغرب والكاتب الاقليمي لطنجة. اولا اشكر جميع المنابر الاعلاميه على التواصل ديالهم وعلى المشاركه ديالنا في هذا اللقاء التواصلي اللي نظمناه اليوم باش نتواصلوا مع الاخوان ديالنا في قطاع النظافه، وبحضور المكتب النقابي ديال شركه ايصال للنقل الحضاري، وهي الشركه اللي جات بلاصه شركه الزا. اولا هذا اللقاء التواصلي راه حنا عنوناه تحت عنوان الحريات النقابيه واكراهات الممارسه. اللي الملاحظ هو اننا الحمد لله والشكر لله في البلد العزيز ديالنا في البلد المغرب، هو ان دستور المملكه والقوانين اللي كتشرع ان الحريات النقابيه هو شيء مضمون ومكفول لجميع الاطارات النقابيه المتواجده، ولكن عندنا اكراهات وصعوبات في التطبيق وفي الممارسه، وخاصه ان كل ما اسسنا شي مكتب كنلقاو يعني الشركات اللي كنأسسوا فيهم او المؤسسات كنلقاو صعوبه ديال التعامل معهم، كاننا من البدايه كيعتبرونا اعداء، كيعتبرونا خصوم، كيعتبرونا اننا شي حاجه غريبه كجسم غريب انه يدخل المؤسسه، علما ان احنا نعتبر فرقاء وشركاء اجتماعيين. وخير دليل هو انني انا شخصيا كنحضر في حوارات مع رئيس الحكومه في اطار الحوار المركزي. اذا لا يعقل اليوم هذه المفارقه الغريبه اننا مركزيا ووطنيا كيمكننا نتحاوروا ونتواصلوا ونحلوا المشاكل، ومن كنجيو الاقاليم والجهات كنلقاو صعوبه مع المؤسسات وخاصه في القطاع الخاص. وخير دليل هو ما وقع لنا اليوم. كنهضروا على ان مكتب نقابي كنأسسوه في شركه ايصال في غضون شهر، باش ما كاملاش الشهر باش تأسس. مجرد توصلنا اننا توصلت الشركه بالملف او الوصل الايداع القانوني نهار 19، نهار 23 كيتطرد الكاتب العام ديال القطاع. لا يعقل اليوم وحنا في القرن او في سنه 2026 وحنا باقيين هذه الممارسات كاينه.